اليوم غنعطيكم قصة غريبة شوي وقعت في العراق عام 1994 ميلادي. واحد الدري كان سميتو علو، ولكن سميتو عالي، ولكن اللقب ديالو علوك. كان انسان بحال تقول بلطاقي كما خلاو اخوتنا المصريين، داخل خارج الحبس، كيسرق الديور، كيدابز مع كل شيء، كيدير المخدرات، كيدير كل شيء، ولكن كل شيء كان كيخاف منه. حتى العائلات الا كانوا شافوا ولادهم كيجلسوا معاه ولا شي حاجه كانوا كيتعصبوا، لانه كان سبب ديال خروج الطريق ديال بزاف ديال الدراري. كل نهار تلقاه في الشارع 24 ساعه على 24 ساعه في الزنقه. واحد النهار بالليل كان خارج انه يقلب على شي فريسه، شي ضحيه يسرقها، لانه ما كان لا كيقرا لا كيدير حتى شي حاجه. وصل العمر ديالو 24 سنه وهو جالس على هاد العيشه هاد. واحد النهار واحد من الجيران ديالو كانت بنت سميتها امال بنت، كانت يلاه خرجت من الثانوي، وكانت بنت من العائله محافظه بزاف، والناس كيخافوا الله وطيبين، ما عندهم حتى شي علاقه بالمشاكل. والبنت ربي عطاها الجمال والخلق والادب كلشي. البنت الا خرجت من الدار تهبط راسها في الارض وتبقى غاديه الاتجاه ديالها وترجع بلا ما تنوض حتى شي مشكل، ولا تهضر ولا تسمع الصوت ديالها في الزنقه نهائيا. هاد علوكي ولد الحرام طاحت عينيه عليها وشافها وبدا كيركز معاها في الجمال ديالها. المهم عجباتو، قال هادي هي اللي انا كنتمناها تكون مراتي. صحابو هادوك المجرمين اللي كانوا كيجلسوا معاه وشافوه كينتبه ليها وكيحنزز كما كنقولوا بالدارجه ديالنا، كيشوف فيها دائما وكيشوف فيها بواحد الطريقه اللي يعني دقيقه. كانوا كيسولوه كيقولوا له علوكي واش حماقيتي ولا مالك، واش تركتي العيالات كاملين ديال هاد الدنيا ما جات عينيك ها على هاد البنت هادي مسكينه الحشوميه اللي داخله سوق راسها حتى شعرها ما كتبينوش؟ شنو بغيتي منها صح؟ بغيتي تعذبها ولا شنو؟ قال لهم انا ما باغي لا نلعب معاها لا والو، هادي انا باغيها تكون مراتي على سنة الله ورسوله. وبداو كيضحكوا عليه، قالوا له واش انت تسطيتي ولا مالك؟ انت يا السمعه ديالك دايره كي الزفت، والعائله ديالها مستحيل انهم يقبلوا يزوجوك بها، واش انت حمقيتي ولا مالك؟ قال لهم وانا مالي، انا غنحاول نتبدل وغادي نحاول نفتح بيت ديالي ونتزوج بها. قالوا له واش تسطيتي؟ راه مستحيل يزوجوك بها، راه الجيران ديالنا هادو راهم كيعرفوا عارفينك انك داخل خارج الحبس وحقرا وكلشي. قال لهم لا لا، قال لهم عرفتي اش غادي نمشي نتقرب منها، خليها انها تولفني، وداك الساعات غادي نمشي نخطب. ولا كل نهار جالس مقابلها وحاضيها فوقاش تخرج من الدار، ومنين تخرج يبقى تابعها وكيخلي حتى ما كاين حتى شي واحد في شي بلاصه وكيقرب منها، لان البنت كتعرفه وكتقول دائما كتشوفه داير الاجرام في الحومه وخايفه منه، فهمتي؟ فايته كتعرفه. المهم ذاك النهار كانت غاديه للكليه ديالها وهو كان جالس كيتسناها. ذاك النهار قال عليها انا كنبغيك، انا كنحماق عليك، انا كندير. البنت تصدمات وخافت لانها ما عمرها جربت ان الانسان يهضر معها بهذه الطريقه، فهمتي؟ لان جا هذا الكلام هذا مرعب ليها هي بالنسبه لها، وخصوصا لكان هذا الكلام من هذا الشخص هذا علوكي المسخوط الوالدين. اللباس ديالو وداك الشعر ديالو مجنون، ووجهه كله مخربط، ولحمو حتى هو. المهم بسبب داك الدباز اللي كان كيدابز داك العيشه اللي كان كيعيش، خصوصا ان البنت كتعرف القصه ديالو كامله، فتسبب لها برعب في الحياه ديالها. والبنت ولات كتخاف تخرج ولا تمشي تهضر مع عائلتها عليه، او لا تقول لهم راه اش كيدير ليه ولا راه كيتلاقاني في الطريق. خافت على عائلتها بطبيعه الحال، قالت وقيلا هذا راه كيلعب كلام ديال الدراري الصغار، ودابا دابا ينساني وبلا ما نقولها لوالديا وعائلتي. وسكتات ولات حاضيه راسها فوقاش تخرج وفوقاش كتدخل. ولكن هذا ولا حاضيها 24 ساعه على 24 ساعه، بعد من جميع المشاكل اللي كان كيدير كل نهار، ولا مشغول غير بها. عيات تهرب وبدات كتدعي الله فوقاش يتخلص منها ويبعد عليها. ولات كترجع للدار ديالها وهي غاتموت بالخوف. عائلتها بداو كيلاحظوا شي حاجه، ما بدات كتشوف وجهها مخطوف. بنتي واش مالك؟ شي حاجه؟ هضري يا بابا. والو. المهم دازت سيمانه جوج شهر. هاد علوكي هذا شنو كان كيقول للدراري صحابو؟ انا شاب وانا كنحس بهاد البنت هادي راه غادي توافق وغادي تزوج بيا.
وانا الايام اللي جايه غادي تسمعوا مني انني خطبتها وتزوجت بها، كتبت عليها يعني. بداو كيضحكوا، ولا الموضوع بحال تقول الاصدقاء ديال علوكي كيتمسخروا به وكيضحكوا عليه، كيقولوا له واش كتسطي، واش تسطيتي، وكيكذبوه. المهم حسوا به انه ولا هو بالنسبه لهم اضحوكه. ولكن من بعد اسبوع ويجيهم الخبر لعلوكي انه شاب من عائله محترمه وجا باش يخطب امال، وانه كتب الكتاب عليها. علو كيبغى يحماق من يسمع الخبر ان امال جا شي واحد من عائله محترمه وخطبها وتزوج بها. الصحاب ديالو بداو كيضحكوا عليه، زادوا بداك الشيء ديالهم ضحكوا عليه. وفينا هو فينا هي بداو كيقولوا له فينا هي الهضره اللي كنتي كتقول لينا، واش نتايا دابا شنو غادي دير، واش انت كذا. هو بحال ما رضاش، ولكن البنت مسكينه ما عطاتو حتى شي ريق نقولوا مزيان ولا شي حاجه، لانه بدا كيقول لصحابو ان البنت كانت كتقرب مني وكانت باغيه داكشي اللي كندير. المهم علوكي شنو عنده خبره في سرقه ديال الديور، ما خلى حتى شي دار لا من قريب ولا من بعيد الا سبق انه دخل لذاك الدار وسرق منه شي حاجه. حتى الجيران ديالو هو عارف مداخل والمخارج ديال الديور ديال الناس، البيوت ديال الناس جيران. فقرر واحد النهار انه يتسلل للبيت ديال امال ويتعدى عليها. مسكين خدا القرار، قال ضروري خاصني نتعدى عليها. يعني داكشي اللي راكم فكرتوا فيها الاخوان، قبل ما تزوج به نهار العرس يعني وتولي فهمتي بحال يعني انا غنجي نخطبها من بعد لان غتطلق من الاخر وصافي غتقبل لانني غادي نغتصبها وغادي توافق انها تتزوج. هذه راه قصه حقيقيه الاخوان. البنت كانت عايشه ذاك الوقت اسعد ايام حياتها، اللي كيتمناه كل بنت، ان ايام الزواج ديالها وكتوجد للعرس، ضربت الكاغيط ديالها. الا ذاك النهار علوكي في منتصف الليل وكيتسلق السور ديال الدار ديالها وكيوصل للغرفه ديال البنت اللي كاينه في الدور الاول. والبنت هذه عندها في الغرفه ديالها عندها بحال نقولوا واحد الباب بحال البالكون على برا، وكاين واحد الشباك ما يعني ماشي شي حاجه، ما كاينش واحد خوتيج مزيان اللي غادي. علوكي جاه الموضوع ساهل ودارس داك الموقع كامل. شنو دار؟ واسمعوا الصدمه الاخوان. علو كيتسلق وفتح الباب ديال البالكون ووصل للغرفه ديال البنت، يعني في الشباك ديال داك الشباك ديال البيت. كيشوف البنت يلاه خارجه من لادوش ديالها ولابسه واحد الملابس يعني تاع دي الدار ديالها، والله الا حشمت يعني ديال الدار. يعني يلا خارجه من لادوش وجالسه كتنشف في شعرها فوق الناموسيه ديالها. فهو داك اللحظه اللي هي كانت كتمشط شعرها وكتنشفو، كانت كتشوف كبحال كانت كتشوف في راسها في المرايه. هذاك المرايه كانت جهه الشرجم، وكتشوف في راسها وكتمشط. ولكن هي ما ردتش البال على ان هذا علوكي راه ولد الحرام وراه الباب البالكون، والباب راه كان مفتوح، ولكن هو كان كيشوف فيها. ما كانش رد البال، مولفه كتمشط شعرها في ذاك اللحظه. ولكن علوكي شنو دار في ذاك اللحظه ولد الحرام؟ مد يدو قبل ما يدخل، بدل ما ينقز ويدخل عليها البيت، قال هادشي غادي ندير، غادي نمد يدي وغادي نشدها قبل ما تهرب ليه. فهمتي؟ خاف تهرب ولا، لان كانت قريبه من الباب بزاف. مد يديه بواحد الصوره وصوت عليها وشدها من شعرها. البنت لا حول ولا قوه الا بالله من هذه الحركه هذه تصابت بواحد الصدمه ديال الرعب. يعني تخيل تكون انت في الغرفه ديالك بالليل وجالسه كتمشطي في شعرك والظلام على برا، كتشوفي غير الظلام، ويجي شي واحد ويصوتي عليك ويشدك من شعرك. قلبك يسكت. وهذا الشيء اللي دار علوك البنت مسكينه. والبنت شافت هذا المنظر هذا، غوته وحده وتغمى عليها. صافي ما بقاتش في الوجود. هو شاف البنت اغمى عليها وغوتات وخاف انه شي واحد ينتبه عليه، ولا لان اكيد الناس غادي يفيقوا ويشوفوا بنتهم مات. فنقز من البالكون ونقز فوق السور وهرب. منين طلعوا العائله ديالو لا ديالها عفوا وكيلقاو البنت مصدومه مسكينه طايحه. هزوها هكاك هكاك مغيبه، مازالين ما عارفين شنو واقع. ولكن البنت جالسه كتنفس. هزوها وطاروا بها للمستشفى، ما عارفينش نهائيا شنو وقع. دخلوها للمستشفى، البنت مازال غيبوبه. علاش؟ سولوهم الاطباء قالوا لهم مالها شو وقع لها. انها يعني دخلنا عليها لقينا غوتات وطاحت، ما عرفنا شنو وقع. الاطباء بداو كيقلبوا في البنت. المهم لقاوها انها مصيبه، لا مصيبه الكحله
ان البنت يعني والله الا قلبي حرق. البنت تقاصت بالجلطه الله يسر، وعياو ما يعتقوا فيها. المهم البنت توفات وماتت وهي في الغيبوبه مسكين. والمصيبه هي ان البنت ما هضراتش وما قالتش شنو وقع لها وكيفاش ماتت، وما هضرتش وماتت في الغيبوبه، والعائله ديالها ما عارفين شنو وقع لها حتى واحد الا علوك، واحد من الصديق ديالو من الاصدقاء ديالو، لانه عاود لها قال له ها شنو وقع لي، ها شنو وقع لي، راه مشيت ندير لها وندير لها، وراني سمعت انها هزوها داوها للطبيب. شنو خصك تمشي تشوف شنو واقع. منين مشى صاحبو استشار وداك الشيء، جا لعندو قال له راه ماتت. المهم هذا الصديق هذا ديالو الروح بالروح. المهم دازت الايام ودازت السيمانات والاشهر وكيتم القبض على الصديق ديال علوكي. اسمع، الصديق ديالو هذا يعني شدوه هو جالس كيسرق واحد الدار، وبداو كيضربوه باش يعترف كيضربوه باش يجبد صحابه، كيقولوا له عندك انت يعني عصابه، لان شدوه بوحدو كانوا ماشي وحدين هرب، وكان منهم علوكي تا هو هرب، وقال لهم ان صديقي علوكي وهو اللي كان معايا وهرب، وكيمشيو كيجيبوا علوكي وقبضوه عطاوه قتله ديال الكلاب باش يعترف على كل شيء. هما ضربوه باش منين يسولوه على السرقات اللي دار يقول لهم الحقيقه ويعترف. المهم منين ضربوه هو، المشكله انه بدا كيعترف على السيده امل البنت مسكينه اللي ماتت الله يرحمها. هما ما سولوش على ياش، هما ما هضروش معاه علاش جابوه، ما قبضوه بداو كيضربوا فيه باش منين يبداو يسولوه يعترف بكل شيء. هو منين كيضربوا فيه بدا كيعترف انا والله ما كنت ناوي نقتلها، انا كذا 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 كذا. منين قالوا له على ياش كتهضر، شكون هاد البنت اللي قتلتي وداكشي، تصدم. قالوا له شكون هي هاد امل، قال لهم نتوما علاش كتضربوني، علاش كتسولوني. قالوا له كنسولوك على الشركه اللي شدينا فيها الصديق ديالك وقال انه كان معاك وهربتي وكذا وكذا وكذا. فهو تصدم، زادوا عطاوه قتله ديال الكلاب. قالوا له هضر شكون هي هاد امل، صافي هضرتي خلي الموضوع ديال سرقه الشركه راه ساهل، اما خصك تهضر لنا على القضيه ديال امل مسكين. عطاوه قتله ديال الكلاب وبدا كيهضر. قال لهم مشيت باش نغتصبها، نقزت من فوق السور طلعت لعندها، كنت باغي نغتصبها باش قبل ما دير العرس ديالها نكون اغتصبتها وداك الشيء، ما ديرش العرس وراجلها يطلقها، ومنين نجي نخطبها انا تبغي تقبل زعما تقبل تزوج بيا ونسترها، ولكني غوتات ووقع لها جلطه قلبيه ومشات للطبيب وتوفات وهي في الغيبوبه، وانا اعتقدت منين جيتو شديتوني على ودها هي. ايوا مشاو جابوا العائله ديال امال مسكينه الله يرحمها، وقالوا على اننا كنا متوقعين ان البنت ماتت يعني موتة طبيعية وهذا الشيء عمرنا سمعنا، ولكن رب العالمين ظهر الحقيقة وعاود لهم التفاصيل كاملة من النهار الاول اللي وقع، وانه كان كيتبعها، والنهار الاول مرة اللي شافها وعجبها. فالله كبير سبحانه وتعالى وبانت الحقيقة. حسبنا الله ونعم الوكيل والله يرحم امال. المهم علوكي بغض النظر على داك الشيء اللي دار، السرقات اللي تسرق قبل، فحكموا عليه 7 سنين في السرقات اللي كان سرق، وزايدون القضية ديال امل لانه ما حكموش عليه بالقتل العمد، حكموا عليه بقصد الاغتصاب، ومن مجموع كامل بالسرقات والقتل ديال امل عطاوه 25 سنة. وكانت هذه النهاية القصة ديالنا. السلام عليكم.